جاي اقولك 7 اسرار مهمين جدا عن ازاي تخلي الراجل الكتوم يتكلم، ومحدش هيقولك ال7 اسرار دول غيري. تعالوا بينا نعرفهم. اول حاجة هنا، بلاش الاسئلة اللي من نوع انت ساكت ليه، قول اي حاجة. بدل الاسئلة دي ممكن تحكي حاجات بسيطة عن يومك، ومش شرط تكون حاجة مهمة. والمقصود هنا انه يحس معاكي بالامان، وهو هيفتح الكلام بالتدريج. تاني حاجة، بلاش تسأليه انت زعلان ليه، اكيد هيقولك مش زعلان. انما تسأليه ايه رأيك في الموضوع ده، او لو كنت مكاني في الموقف ده كنت هتتصرف ازاي، لان الاسئلة اللي من النوع ده هتشجعه انه يتكلم. تالت حاجة، الراجل الكتوم بيحس بالراحة لما محدش يحكم عليه. يعني مهم جدا انك تختار التوقيت المناسب وخليه هو اللي يبدأ الكلام. ولو حسيت ان هو مش عايز يتكلم تقوم انت قايله له مفيش مشكلة ان نفضل ساكتين، انا مبسوطة بوجودك معايا. رابع حاجة، الراجل الكتوم بيحب الافعال اكتر من الكلام. يعني انك تشاركيه حاجة بيحبها او تخليه هو يشاركك حاجات انت بتحبيها، عشان الحاجتين دول هيشجعوه ان يفتح كلام، ده من غير ما يحس. خامس حاجة، لو قال حاجة بسيطة مثلا قولي له انا بحب اسمع رأيك، او ده كلام جميل جدا. ردك ده هيخليه يعيد التجربة دي مرة واتنين وتلاتة. سادس حاجة، الراجل الكتوم لازم تبقى عارفة هو مش كتوم علشان ما بيحبكيش او مش مرتاح لك، انما دي طبيعة فيه. فبلاش بقى تتسرعي وتقومي قايلاله انت ما بتحبنيش والكلام ده. اطمني، مع الوقت هيتعود عليكي ويشاركك اكتر. سابع حاجة، الراجل الكتوم بيحب الافعال اكتر من الكلام. بيحب دايما يتكلم عن شغله، هواياته، الافلام المفضله بالنسبه له والحاجات دي، فيفضل انك تكلميه في الحاجات دي، فهتلاقيه يتجاوب جدا معاك. خدي بالك بقى من حاجه اخيره مهمه، الراجل الكتوم لما يحس انك بتحترميه وبتقدريه وبتحترمي طبيعته دي هيتكلم معاكي بالتدريج. وما تنسيش بقى ان فتره الخطوبه هي فتره تعارف ما بين اتنين، فخليكي طبيعيه وما تقلقيش.